انا يعني رحت زرت المغرب حقيقي 25 مره. لكن ما حدش كلمني في الموضوع ده ب يعني بتقل يعني. بتقل، بس انت ما سالتش الوالد يعني؟ انت ما كنتش مع؟ لا لا، لان الكلام ده هو كان بعد ما وفاة والدي بكتير ده يعني. ظهر بعد وفاته. كان بقى بعد وفاة والدي بكتير. لكن انا يعني ما اصرتش اني اعرف كتير. تمام. لان انا كنت عارف ان ابويا معتز جدا بمصريته. هو مصري، ومصري ابن بلد، وهم اصلا من ابو كبير في الزقازيق، في الشرقيه، يعني اصل عيلته يعني. يعني هو مواليد باب الشعريه، بس هو اساسا من الشرقيه. انا اول مره اعرف ان هو من الشرقيه. هو من من, الشرقيه، من ابو كبير. من ابو كبير. اه والعيله من ابو كبير، بس هو من مواليد من مواليد القاهره. من مواليد. يعني ابوه او جده مم. نزح من المنطقه دي وراح جه القاهره في باب الشرقيه. نبتدي مع سيادتك الرحلة التي بدأت من الشرقية، من أبو كبير، أو كما يطلق عليها الشراوة أبو كبير، لأني أعرف أن الأسرة كانت من هذه المدينة الصغيرة في محافظة الشرقية. أنا نشأت في أبو كبير، أو عيلتي بمعنى آخر نشأت في أبو كبير. أبويا وعمامي وعماتي. أنا في الواقع ولدت في القاهرة، لكن أبويا وعمامي زي ما قلت وعماتي فضلوا هناك، وهم هنا لأن الأسرة منها ما هو فضل في الأرياف، ومنها ما هو جاه القاهرة، ومنها فإحنا من ضمن اللي جينا. عائلة عبد الوهاب تنتمي بصلة الرحم إلى الشيخ الشعراوي، فبالتالي ممكن جدا يجوز إن عبد الوهاب يكون من المغرب، أصوله مغربية. والله منه هو لم أسمعها أبدا.